عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفري ودبري. السبانخ دي عندي من امبارح، عاملاها باللحمة المفرومة، واللفت انا كنت مخليلاه معاكم. وكده بنروق بقى على التلاجة. مش مهم يعني ايه طبيخ كل يوم، طالما في حاجة بايتة سخني وكل. والله جميلة وزي الفل. والسبانخ كل ما بتقعد بتحلى، وما بتكون بايتة بتبقى احلى كمان من اول يوم عاملينها فيها. مسخنة اهي وجميلة وزي الفل. اللهم بارك، ربنا يديمها نعمة علينا يا رب، ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. وكده بقى ايه بنروق التلاجة. والاكل حرام ما يترميش كمان يعني، يخلص نطبخ جديد، عشان حرام نعمة ربنا. اللي بيصونوا النعمة يا جماعة بتصونوا. والسبانخ جميلة ومالية السوق يا جماعة. لو عايزين تجيبوا وتخزنوا، جيبيها ونقيها وخرطيها واغسليها غسلة كويسة حلوة، وسيبيها تتصفى خالص 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 من المية، وعبيها في اكياس. ولا تدبليها على النار ولا حاجة، عينيها نية. انا بعينها في الاكياس، بعبيها نية. لو تيجي تطلعيها كأنك لسه جايباها والله وعاملاها، احسن من اللي هي بتتشوح وتتدبل على النار. بس. ويجيب الشبت، ويجيب الكزبرة برضو، ونقيها واغسليها وصفيها كويس، وعبيها في اكياس، وحطيها برضو في التلاجة في الفريزر، مش على الرف يعني. الحاجات اللي بتتخزن بنحطها في الفريزر يا جماعة. تمام كده. والبسلة كمان مالية السوق وجميلة برضو، جبت وخزنت منها، حلوة برضو. بنجيبها وبنفصصها وبنغسلها غسلة كويسة، وببيتها على الرخامة. بعملها يعني بالليل دايما، وبيتها لتاني يوم الصبح. أقوم أعبيها في أكياس وأحطها في الفريزر برضو. وكله بينفع والله في البيت يا جماعة. وربنا يديمها نعمة يا رب. واترككم في رعاية الله وأمن، والسلام عليكم ورحمة الله.